يا مساء الفل والرضا والسعادة وكل حاجة حلوة على عيونكم. النهارده هنعمل لهم بقى حاجة حلوة. عايزين يجيبوا كيلو كنافة، والكيلو كنافة بقى ب 80 جنيه يا جماعة. يعني بجد الحلويات بقت غالية نار. قلت لهم لا تعالوا، انا عندي كيلو كنافة في الفريزر وعندنا المكسرات بتاعة رمضان. اول حاجة كده هنبدأ بيها، هنبدأ بالسيرب او الشربات. حطيت كوبايتين من السكر، كوبايتين من الميه، فوت شويه سكر صغننين خالص كده هنرميهم، لا هنحطهم. وزودت شويه ميه، يعني كوبايتين، حوالي كوبايتين ونص ميه وكوبايتين وربع من السكر. خلاص هرفعهم على النار، مش هحط الليمونه دلوقتي. نسيت بقى احط لهم معلقه ايه، اللي هو عسل كلاكوس. حطيت بقى معلقه كده، مش متوفر عندك ما تحطيش خالص، مفيش اي مشكله. نزلتها كده، واول ما السكر بتاعي يغلي غلوه هنزل بنص عصره ليمون. ادي بدأ يغلي، حطيت نص عصره ليمون. الفانيليا بقى ان شاء الله كده بعد ما بيستوي، يعني بعد 7 دقايق او 10 دقايق بطفي عليه النار وبحط الفانيليا في الاخر خالص. كل كيس من ده فيه نص كيلو من الكنافه. خلاص مطلعاه من الفريزر. اما بتطلعيه من الفريزر وتفركيه بيتفرك معاكي بكل سهوله. ولو عندك طازه تمام قوي اعمليها طازه، مش هتاخد اي وقت خالص برضو. خلاص هفركها بايدي بقى كلها كده ساقعه، ونبص مش قادره اقول لكم تلجت ايدي، واحنا الجو ساقعه اصلا يعني. مسكتها بقى كده فركتها كلها زي ما انتم شايفين، وهحط 3 معالق سكر بودر. السكر البودر ليه؟ السكر البودر بيساعد معايا على الكنافه بتاعتي تاخد لون ذهبي، ولونها موحد كله بيبقى بلون تحفه، هتشوفوه معايا في الفيديو. بصوا يا بنات كده خلاص فتفتها كلها بالمصفى بقى كده. انا بنخل السكر عشان اي تكتلات فيه بتبقى معايا في الصينيه. خلاص كده 3 معالق سكر بودر، عشان انا عامله كيلو كنافه. هتعملي نص كيلو بتحطي معلقتين او معلقه ونص بس كفايه. خلاص هقلب بقى السكر بالكنافه كده كويس. طبعا مش هحط السمنه، ليه؟ لان الجو ساقعه، والسمنه بتجمد معايا، ما بتخلينيش اعرف افرد الكنافه كويس في الصينيه. الصينيه بتاعتنا حجم عائلي ما شاء الله اللهم بارك. الصواني دي لسه جايباها جديده وجت حلوه جدا جدا جدا، دي اصغر صينيه في الطقم. بصوا بقى حطيت حبه سمنه كده تحت في قاع الصينيه، يعني كريميها سمنه، انتوا عارفين الكنافه يعني بتحب السمنه. خلاص حطيت كده حبه سمنه من تحت، وقسمت بقى كميه الكنافه كلها. ليه؟ لان احنا هنعمل الكنافه بتاعتنا النهارده لا ساده ولا بالقشطه، هنعملها بقى بالمكسرات. خلاص لان حماية هو عايز ياكلها بالمكسرات. كده بقى خدت نص الكميه، هبدا اوزعها في قاع الصينيه. وزعيها بقى كده بالراحه، وايه، وخلي كل القاع الصينيه يبقى بالتساوي، ما تبقاش حته مليانه او حته عاليه وحته واطيه، بايديكي بقى كده وبعينيكي بتظبطي الحاجه. بس كده ظبطت بقى كده الصينيه اهي. حطيت الحته اللي بلاقيها خفيفه بشيل من التقيله، وبظبط الرصه يعني بتاعت اللي هي الاولانيه دي. خلاص هحط بقى المكسرات بتاعتنا. المكسرات بتاعتنا عباره عن ايه؟ معانا سوداني مجروش، معايا فستق برضو مجروش، معايا جوز الهند، معايا زبيب. هقلب كل الحاجات الحلوه دي مع بعض، وبعد كده هروح حطاهم على الكنافه. بس نظبط بس الصينيه بتاعتنا الاول. ادي المكسرات بتاعتنا اهي. بصوا زبيب، سوداني، جوز الهند، بندق. كان عندي من رمضان، بس طبعا الحاجات دي انا بشيلها في الفريزر علشان ما تبصي ولا تعمل ريحه او تحسيها ان هي طعمها كده مش حلو. اي حاجه بتفيد عندي بحطها في الفريزر في الاكياس على طول. كده بقى وزعتها كده هون كويس. هبدأ بقى احط نص كمية الكنافة التانية. برضه هفردها بايدي كده واظبطها، وبايديكي وبعينيكي بتظبطي الحاجة بتاعتك. اللي وصل معايا في الفيديو لغاية هنا بتمنى تحطوا لي لايك يا بنات. بجد يعني قلة التفاعل معايا في الفيديوهات والله مزعلني. انا بتعب في الفيديوهات لغاية ما بوصل لكم الفيديو او بعمل لكم الفيديو. ويا رب يكونوا بتخرجوا من الفيديوهات بتاعتي بيكونوا مستفيدين. حطوا لايك يا بنات بالله عليكم، اللايك بيدعمني، اللايك بتاعكم بيشجعني. واي تعليق حلو منكم كده بيفرح قلبي بجد يعني. ربنا ما يحرمني منكم ابدا ابدا، وتفضلوا سند في ظهري طول العمر. كده خلاص يا بنات حطيت نص الكمية التانية وفردتها بايدي كويس. معايا بقى كده سمنه، هرش بقى بالمعلقه، ايه ما تدلقيش بالطبق الدنيا غلا. خلاص بالمعلقه كده هتعرفي توزعيها كويس. هحطها في الفرن بقى على قاع في العصاجه، لان انا بقلبها. لو انتي مش بتقلبيها ممكن تحطيها بقى كده وهتطلعيها وش وظهر على طول. انا بقلب الصينيه، ادخلها الفرن درجه حراره 180 وهرجع لكم. تعالوا بقى كده نشوف الصينيه بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن. بصوا زي ما قلت لكم انا بقلبها، بعرف ازاي ان هي اخدت لون واحمرت لما بلاقي الحروف دي محمره كده ولونها ذهبي. جبت صينيه بقى كده وهقلبها. بصوا ما شاء الله زي الفل، الاضاءه والله اللي ظلماه. كده بقى هحط معلقه سمنه في قاع الصينيه كده، وبعد كده رحت قلبتها. خلاص هدخلها برده الفرن لغايه ما تاخد لون حلو. طب بتعرفي ازاي ان هي اخدت لون من تحت؟ برده الجوانب بلاقيها احمرت واخدت لون دهبي حلو. شايفين اهو كده طلعت من الفرن. السيرب بتاعنا او الشربات بارد والصينيه سخنه. بس وزعي بقى الشربات كده بالتساوي كويس. بس كده برضه هقلبها، مش هشبعها قوي شربات. هقلبها علشان مش عايزاها تشرب سكر كتير.
هقلبها واوزع بقيه الشربات على الوش على الجنب التاني يعني. مش عايز تعملي الحركه دي عادي خالص خالص، ممكن تسقي الشربات بتاعك كده والدنيا حلوه خالص خلاص. بس انا بحب اقلبها، وبعد كده هردها تاني برضو عشان اما اجي اخرطها واقدمها تبقى بمنظر كويس. بس كده يا بنات، الحته اللي بلاقيها مشربتش بحط لها شربات. بعد ما قلبتها تعالوا بقى بصوا قلبتها ازاي، حطيت الصينيه ورحت كفتها كده واتقلبت معايا بكل سهوله. بس خلاص تعالوا بقى نجيب السكينه ونخرط ونشوف ايه اخبار الكنافه. بص اللهم بارك كده، بجد حاجه تحفه. جبت القطاعه بقى كده اقطع حته على طول. انا هقطع بس معاكم علشان التصوير، ولما يجوا هنقطع ونحط في اطباق. خلاص بصوا الكنافه لونها كله دهبي تحفه. جربوها تعجبكم جدا. يلا اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن. والسلام عليكم ورحمه الله.